لو في طريقة ممكن تخليني نرجع نركز زي زمان فغالبا هتلاقيها موجودة في الفيديو ده، لان انا مش هقولك طريقة واحدة، يعني هقولك على اكتر من طريقة خليك كده قادر تركز بشكل اكبر وتعمل ريستارت لمخك في ظل كل الحاجات اللي موجودة حوالينا اللي مهمتها الاساسية ان هي تشتتنا. انا احمد البكر، ولو اول مرة تشوفني فاحب اقولك انك هتلاقي هنا كل حاجة محتاجها علشان تكون احسن حتى لو بنسبة 1%. كلنا عارفين اننا لازم ناكل كويس ونتمرن كويس علشان جسمنا يكون في احسن شكل، وان احنا لو ما عملناش كده وما خدناش بالنا وكلنا في اي وقت وما حرقناش الاكل اللي احنا بنستهلكه طول اليوم غالبا نتائج افعالنا دي هتكون مش احسن حاجه. كل الكلام ده معروف ومفيش اتنين يختلفوا عليه، بس انت عارف ان نفس الكلام ده زي ما هو موجود على جسمنا موجود كمان على مخنا. يعني من الاخر لو انت واحد ما بتقدرش تركز لاكتر من 5 دقايق، ولو انت عندك هيسس كده دلوقتي عشان تقلب الفيديو ده وتشوف الفيديو اللي بعده، فانا عايز اقول لك ان انت زيك زي اغلب البشر معدل التركيز بتاعهم قل بصوره كبيره جدا، وده على حسب اخر احصائيات اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. وبصراحه ما اعتقدش ان في حد ممكن يتفاجئ من الموضوع ده، لان في وسط كل المشتتات اللي حوالينا والابلكيشنز والاجهزه اللي بتشتتنا عن فعل اي حاجه معينه، فطبيعي جدا ان مخنا ما يبقاش قادر يركز لفتره طويله. صدقني انا مش جاي احبطك، انا جاي اقول لك ان في حل للمشكله اللي موجوده دي، واللي جاي اقوله لك اكتر ان ناس كتيره جدا بتعاني من نفس المشكله اللي انت بتعاني منها. فاكر كده في المثال الاول اللي اتكلمنا فيه عن الشخص اللي مش مهتم باكله ومش بيتمرن كفايه ومش مهتم كده بحالته الجسديه والصحيه؟ تخيل معايا كده لو الشخص ده عايز يظبط نفسه تاني هيعمل ايه؟ اول حاجه هيعملها ان هو هيبدا يتمرن. انت كمان هتعمل نفس الحاجه بس مش لجسمك، لمخك. هتبدا تمرن مخك على التركيز، ودي اول حاجه محتاج تعملها، وهي انك تدرب مخك على التركيز بصوره مستمره. وزي كده ما بنروح الجيم ونتمرن علشان صحتنا البدنيه تتحسن، احنا كمان محتاجين نعمل حاجات محتاجه تركيز علشان صحتنا العقليه هي كمان تتحسن. زي مثلا اننا نقرا كتاب، نشتغل، نذاكر، او نكتب مثلا. اي حاجه من الحاجات اللي بتحتاج تركيز لمده طويله وبتحتاج كده ان انت تشغل دماغك اكتر من ان انت عمال تتلقى بس المعلومات. بس اول خطوه علشان نبدا نتمرن هو اننا نعرف اصلا احنا واقفين فين، وبصراحه دي ممكن تكون اسهل حاجه هنعملها في رحله التدريب دي كلها، لان انت كل اللي هتعمله ان انت هتجيب حاجه نفسك تركز فيها. فلنفترض مثلا ان انت عايز تقرا، هتجيب كتاب وتقعد تقراه وتشغل جنبك ستوب ووتش او تشغل جنبك تايمر او ساعه عموما تقيس انت تقدر تركز لفتره مستمره لمده قد ايه. واول ما تلاقي نفسك كده انشغلت عن اللي انت بتعمله ده تبدا تحسب الوقت بتاعك ده. يعني نفترض مثلا ان انت قدرت تركز لمده 5 دقائق، فال5 دقائق دي هي قدرتك الحاليه على التركيز، ودي اللي انت هتبدا تشتغل عليها وتظبطها وتطورها لحد ما تشوف ال5 دقائق دي ساعه ولا ساعتين ولا ايا كان انت عايز توصل بتركيزك ده لحد فين. وانا بصراحه لما عملت الموضوع ده عملته فعلا على القرايه وطلع معايا 7 دقائق، وبعد ال7 دقايق دول بدات بقى افكر واسرح واشوف بقى حاجات مختلفه خالص عن اللي انا بقراه ده. فاكتبوا لي كده في الكومنتس الوقت بتاعكم طلع قد ايه. طيب دلوقتي بعد ما عرفت انت تقدر تركز لمده قد ايه، محتاج ان انت تتمرن، ودي حاجه طبيعيه جدا. يعني زي مثلا لما حد بيبقى عايز يخس بيقيس هو حرقه للكالوريز قد ايه وبيشوف هو المفروض ياخد قد ايه من الكالوريز دي، يبدا بعد كده يتمرن علشان يحرق الكالوريز اللي موجوده. نفس الكلام، انت عرفت تركيزك قد ايه فهتبدا تمرن مخك على التركيز وتشوف القدره اللي انت تقدر تعملها دي وتزود عليها شويه. يعني مثلا هتبدا تقرا كتاب وطلع مده تركيزك زي ما قلنا هي 5 دقائق، تبدا كل يوم تمارس العاده اللي هي محتاجه تركيز دي اللي هي في المثال ده القرايه للمده اللي انت قادر تركز فيها او اكتر شويه. يعني مثلا تبدا كل يوم تقرا لمده 5 دقائق ونص، 6 دقائق، وبعد كل 6 دقائق تمسك موبايلك كده دقيقتين 3. زي بالظبط فكره الجيم لما بتخش وتلعب حاجه معينه وبين المجاميع بتريح شويه، هنا نفس الكلام. بين كل فترة قراية اللي هي كل 6 دقايق مثلا بتبدأ تمسك الموبايل وتلهي نفسك أو تريح مخك شوية لمدة دقيقتين 3، وبعد كده ترجع تمسك الكتاب اللي أنت كنت بتقراه وتقرا فيه 6 دقايق كمان، وهكذا لمدة 3 أو 4 مرات. لو عملت ده لكل يوم وقست في آخر كل أسبوع مدة تركيزك بقت قد إيه، انا متاكد بنسبه 1,000,000% ان هي لو كانت 5 دقائق هتلاقي في الاسبوع اللي بعده بقت 6 دقائق او 7 دقائق. هتلاقي ان انت معدل تركيزك زاد عن اول مره قست فيها تركيزك ده. وحاجه كمان برضو مهمه ان انت لازم كل فتره كده تغير في الحاجه اللي انت بتركز فيها. يعني مثلا قعدت قريت شويه واستهلكت تركيزك في القرايه، ممكن بعد فتره تغير القرايه دي وتشوف حاجه تانية، انك تتفرج على فيلم وثائقي مثلا او تكتب
او تحل شويه معادلات وشويه بازلز عموما، او ايا كان الحاجه اللي بتحبها، بس تكون الحاجه دي محتاجه تركيز. تاني حاجه محتاج تعملها ان انت تركز مع اسلوب حياتك شويه. نرجع تاني لنفس فكره الشخص اللي عايز يظبط صحته. هل فكره ان هو بس بيتمرن ده هيساعده ان هو يوصل للهدف اللي هو عايز يوصل له؟ غالبا لا، لان هو محتاج مع التمرين اللي هو بيتمرنه ان هو يبدا ياكل اكل اقل او اكل صحي عموما. نفس الفكره بالظبط موجوده على مخنا وعلى قدرته على التركيز. وزي ما بنهتم بالاكل عشان صحتنا، لازم كمان نهتم بالمحتوى اللي بنشوفه علشان مخنا. المحتوى اللي تتفرج عليه بيأثر بصوره كبيره جدا على قدرتك على التركيز، لان هو بيعمل حاجه اسمها attention blinks. attention blinks دي هي بالظبط اللي بيحصل لك لما بتيجي بتتفرج على فيديوهات قصيره، شورتس مثلا او ريلز. هي فكرتها بكل بساطه ان انت بتتفرج على فيديو معين، فيبتدي مخك ان هو يركز في الحاجه اللي بتتفرج عليها دي، وفجاه في دقيقه واحده يلاقي نفسه ان هو دخل في حاجه بعدها، فيحصل عندك كده زي ومضات للتركيز بتاعك. هتلاقي نفسك بتتفرج على فيديو ليه علاقه بالاكل، بعد كده فيديو ليه علاقه بالرياضه، بعد كده فيديو ليه علاقه بالسفر. فكل الحاجات دي مخك ما بيبقاش قادر يستوعبها بصوره كبيره، فبيبدا ان هو قدرته على التركيز تقل للدقيقه او نص دقيقه اللي بتتفرج فيها على الشورت دي. والدراسات كمان اثبتت ان السوشيال ميديا هي سبب رئيسي في ان تركيزنا ما بقاش زي الاول. لان انت لو على اي بلاتفورم من بلاتفورمز السوشيال ميديا، هتلاقي ان انت البوست اللي بتقلبه ده غالبا بياخد منك 10 ثواني. فبنفس فكره الشورتس، الحاجات اللي بتتفرج عليها على السوشيال ميديا ما بتقعدش كمان بقى الدقيقه ولا نص الدقيقه، انت يا دوب 10 ثواني ومخك عمال يقلب في الحاجات اللي بتتفرج عليها. وعايز اقول لك ان حتى اليوتيوب اللي بتتفرج عليا منه دلوقتي مش هو احسن حاجه ولا احسن مثال ان انت تعلي مستوى تركيزك، لان للاسف علشان نقدر نشد الناس اللي بتتفرج بنضطر ان احنا نعمل قطعات سريعه، وبنعمل جرافيكس، وبنعمل حاجات معينه في الشاشه علشان تشد انتباهك، وكل الحاجات دي بتأثر على تركيزك انت في الاخر. وفي الاخر انا مش بقولك ما تتفرجش على ولا حاجه من الحاجات دي، لا، انت مهم جدا ان انت تتفرج وتفضل متابع الدنيا فيها ايه، بس كمان لازم تدخل مع المحتوى ده محتوى تاني يكون فيه الانبهارات اللي بتحصل والسرعه بتاعته اقل. يعني مثلا احسن مثال على ده هو تيك توكس، او مثلا حلقات البودكاست، لانهم بيعتمدوا على توبيك واحد بس في الفيديو كله، والتوبيك ده كمان ما بيبقاش فيه قطعات وما بيكونش فيه اي بهرجه من الافكتات والجرافيكس والحاجات دي كلها اللي تخليك تنبهر باللي بيحصل. ان هو مجرد ان انت بتركز في فيديو معين لفتره معينه، واحد بقى بيتكلم او 2 أو 3 بيتكلموا، المهم ان هما بيتكلموا في نفس الموضوع من غير ما يشتتوك ويخلوك تخش من موضوع لموضوع بسرعه كبيره. وحاجه كمان لازم تاخد بالك منها لو انت عايز فعلا تزود تركيزك، هو ان انت تلغي فكره المالتي تاسكينج، او ان انت تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. وبصراحه الموضوع ده ممكن ياخد فيديو كامل نتكلم عنه، فلو حابين نتكلم عن فكره المالتي تاسكينج دي لوحدها اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهنعمل لها فيديو مخصوص. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا الفيديو ده اللي بيتكلم ازاي الاتنشن سبان بتاعتنا قلت بصوره كبيره جدا في اخر 12 سنه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.